المكرونه البشاميل اللي لو اكلناها كل يوم مش هنزهق منها. اسهل واسرع طريقه للمكرونه البشاميل ممكن تعمليها وكمان من غير بيض، وهتعمليها بكل سهوله، ولو انت اول مره تدخلي المطبخ هتعمليها بكل سهوله وهتطلع معاكي مظبوطه من اول مره. قبل ما نبدا الفيديو يا ريت نصلي على النبي وندعي لاخواتنا ربنا يفك كربهم يا رب. تعالوا نبدا على طول في الوصفه. اول حاجه بجيب نص كيلو من اللحمه. طبعا انا كنت مسخنه الطاسه كويس، واللحمه كانت فيها نسبه من الدهون، ما حطيتش اي ماده دهنيه لا زيت ولا سمنه. لو انت اللحمه بتاعتك ما فيهاش اي دهون ممكن تحطي مثلا نص معلقه سمنه او زيت، حاجه بسيطه. اول حاجه انا بعمل اللحمه بديها صدمه على النار لحد ما تاخد لون من الجنبين. طبعا في طريقه تانية ان احنا ممكن نحط البصل الاول وبعد كده نحط اللحمه، بس الطريقه دي افضل بكتير. انا جربتها وبقيت على طول معتمداها. اللحمه بدات تاخد اللون ده اللي هو كانها دخلت في التسويه، بعد كده بقى بنزل ببصلايه كبيره متقطعه مكعبات. طبعا يا جماعه البصل، اللحمه المفرومه بتحب البصل، فانت لو ما بتحبيش البصل ممكن تحطي مثلا بصلايه صغيره. بقلب البصله مع اللحمه كده لحد ما البصله تدبل. طبعا اللحمه ما بنحطش عليها ميه ولا بنحط عليها اي حاجه، هي بتتسوى مع نفسها. بعد كده بقى احط التوابل بتاعتي، معلقه من الفلفل الاسود ومعلقه من السبع بهارات، والملح بتاعي طبعا حسب الرغبه وحسب ما انا عاوزاه. وحطيت معلقه من التوابل المشكله، هقلبها مع بعضها وبعد كده هسيب اللحمه يعني تتسوى على نار هاديه. اهم حاجه اكون مهديه النار، وزي ما انتم شايفين اللحمه كده كانت استوت خلاص. تاني حاجه بقى نعملها البشاميل. انا حطيت تقريبا نص كوبايه من الزيت ومعلقه كبيره من الزبده. انت ممكن تحط ميكس ما بين السمنه والزبده والزيت. طبعا البشاميل يا جماعه لازم الدهون تكون فيه يعني تكون فيه عاليه. نكون حاطين الزيت والسمنه يعني يعني قد كميه الدقيق، او يعني تبقى مناسبه لكميه الدقيق، يعني بحيث ان الدقيق ما يكونش ناشف واحنا بنقلبه. بعد كده حطيت 4 معالق من الدقيق، هقلبه كده مع بعض لحد ما ريحه الدقيق تطلع، يعني عايزاه يتحمص شويه كده على النار. وبعد كده بقى بنزل عليه بالحليب. طبعا احنا بنقلب الدقيق مش عايزينه ياخد لون يتحمر وكده، هو يا دوبك بس يطلع ريحه الدقيق اللي فيه. وبعد كده بنحط عليه لتر من الحليب، او يعني ما يقارب 8 كوبايات من الحليب. طبعا احنا لازم نكون بنقلب واحنا بنصب الحليب، لازم نكون مشغلين ايدينا بالتقليب، والنار تكون واطيه علشان البشاميل ما يكلكعش منك. يعني في الخطوه دي بالذات لازم تاخدي بالك كويس قوي. انا هنا بقى هحط باقي المكونات. معايا نص كوبايه من الجبنه الموتزاريلا. الخطوه دي بتفرق جدا في البشاميل اللي بتخليه طالع جوسي. وحطيت معلقه من القشطه. انت ممكن تحطي جبنه كريمي وقشطه وجبنه، يعني جبنه موتزاريلا، اي نوع جبنه متوفر عندك. بعد كده بقى حطيت ورق لورا، وحطيت معلقه من الفلفل الاسود ومعلقه من التوابل المشكله. ممكن تحطي بابريكا وتوم باودر وبصل باودر، بس انا اكتفيت بالمكونات دي. وطبعا بنحط الملح وبنقلب. ورقه اللورا دي طبعا بنشيلها قبل ما نشتغل ونرص الصينيه. طبعا يا جماعه انا هنا في المرحله دي بقلب كويس جدا، عليت النار شويه وبعد كده ههدي النار تاني لحد ما البشاميل بس قوامه يلف معايا، وبعد كده هرفعه من على النار. طبعا لازم المكرونه في الوقت ده تكون جاهزه معايا. زي ما انتم شايفين انا باخد المكرونه بتاعتي بقسم الكميه على 2. النص بحطه في ارضيه الصينيه. طبعا لازم اقلبه في الاول ببشاميل. طبعا انا هحط هنا كبشه من البشاميل هوزعها في ارضيه الصينيه. بعد كده بقى هاخد نص كمية المكرونة واحط عليها بشاميل، اقلبها كويس في البشاميل. هي كده كده اصلا لما نحط البشاميل على وش المكرونة هينزل تحت في قاع الصينية وهيندمج مع بعضه. بعد كده بقى بحط عليها كمية كده من البشاميل واقلبها مع بعضها علشان يعني ما تبقاش ناشفة. بعد كده بقى هجيب اللحمة بتاعتي واحطها على المكرونة. بعد ما وزعت اللحمه بتاعتي كويس على وش المكرونه هجيب طبقه المكرونه التانية او كميه المكرونه التانية. انا كنت مقلبه فيها كميه من البشاميل، وبعد كده باقي كميه البشاميل المتبقيه عندي هحطها على وش الصينيه واوزعها كويس.
طبعا بعد كده بقى هنقفل الصينيه بجبنه موتزاريلا، مش هنحط بيض خالص. وعلى فكره يعني انا جربتها كده وجربتها كده، هما الطريقتين حلوين جدا، بس في ناس ما بتحبش البيض، ممكن ناس عندها حساسيه، ناس ما بتحبوش، بس الجبنه الموتزاريلا اخف واحلى، كمان بتديها لون حلو جدا. يعني اللي هي الطريقه بتاعه البيض دي بتاعه امهاتنا زمان كانوا بيعملوها لنا، وبرده كانت جميله جدا. ودي بعد شكلها بعد ما طلعت من الفرن، طبعا انا حطيتها على نار يعني نار متوسطه، هي بس يا دوبك تاخد بس وش من فوق كده، وكده كده اصلا كل المكونات بتاعتها مستويه. شايفين بقى المكرونه يا جماعه اللي هي ناشفه ولا يعني طالعه سايحه كده وجوسي وجميله. طبعا هي المكرونه البشاميل لازم تكون كده. طبعا في طرق تانية المكرونه البشاميل، هي المكرونه البشاميل بالصلصه، المكرونه البشاميل اللي هي الناشفه اللي بتطلع خرطه واحده دي حاجه تانية، بس دي احلى واجمل طريقه للمكرونه البشاميل. لو جربتيها بالطريقه دي هتحبيها جدا. يا رب بقى يكون الفيديو عجبكم، ما تنسوش بقى لايك وسبسكرايب للقناه، وقولوا لي رايكم في التعليقات. وان شاء الله باذن الله الفتره الجايه هنزل وصفات كتيره جدا. انا غايبه عنكم بقالي 4 شهور، باذن الله مش هنقطع تاني خالص. وما تنسوش تدعوا لاخواتنا. مع السلامه.